السواري مش للفساتين بس. الفترة اللي فاتت وانا بجهز مع الكلاينتس بتوعي الكوليكشن رمضان وبشير ده معاكم، في ناس كتيرة لما شافت قماش السواري استغربت وبعتت لي تسألني. وبمناسبة رمضان 2026 تعالوا اوريكم نستخدمهم ازاي في العبايات والقفاطين. يعني العباية دي مثلا مستحيل تتعمل من غير القماش الاسود الشيك ده، ولا تفاصيل العباية دي تكمل من غير القماش الشبك الحلو ده، ولا اكمام العباية دي من غير القماش ده، ولا اكمام العباية دي كمان من غير القماش التاني ده. طب مين كان يتخيل ان القطيفة البيات ممكن تعمل العظمة اللي انتوا شايفينها دي؟ وازاي الجوبير ده للفساتين بس؟ يعني العباية القطيفة دي كانت هتبقى شيك ازاي من غير جنبين الجوبير الهاندميد الاسود؟ ولا ظهر العباية دي ولا العباية دي كانوا هيطلعوا ازاي بالحلاوة دي من غير خامات القطيفة الكافيار اللي موجودة؟ باختصار عالم الفاشن والأقمشة علمني ان مفيش قماش معمول لنوع واحد بس من اللبس، والديزاينر الشاطر هو اللي يعرف يشوف القماش بعيون مختلفة ويستخدمه بأكتر من طريقة. لو حابين تسألوا عن باكج الفابريك كونسلتيشن سيبولي كومنت وانا هرد عليكم بكل التفاصيل.